حبايب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنبدا مع بعض روتين جديد. بس قبل طبعا ما الواحده تبدا بقى شغلها لازم تفطر. فانا هغير فطار النهارده خالص، وده مش هتتوقعوا عني وهتقولوا اكيد اللي بتتكلم ده مش سالي. ليه يا جماعه؟ انا برضو بحب الفاكهه، بس الفاكهه يعني ببقى احبها نقنقه، بس هغصب على نفسي. بلاش عيش النهارده عشان انا حاسه ان انا آه يلا مش مشكله. فهفطر بقى مع انه برضو ده فيه سعرات وده فيه سعرات، بس ما انا لما هتحرك وهشتغل في المطبخ فهحرق وانا دايما حرق هحرق. فقشرت كانتالوب. كانتالوب اهو الهسس اشتغل. كيوي وتفاحة، واحدة وواحدة ولا زيادة، والله اهي واحدة وواحدة. فهبدأ بقى افطر كده تعفطروا معايا. فين الفول والطعمية؟ بس مش مشكلة مش مشكلة. نفطر كده ونسمي الله ونبدأ بقى ان شاء الله، نتوكل على الله ونشوف يومنا النهاردة ازاي ماشي. فمكملين مع بعض. حبايبي، ده طبعا شكل الحوض تحت الحوض عندي. انا مش مكسوفة وانا بصوره بالمنظر الوحش ده طبعا. انا بوريهولكوا كده عشان فعلا هو مش كل يوم الواحدة صحتها كويسة وكل يوم ايديها في الحاجة، فبرضو الواحدة بيبقى يجي عليها وقت بجد ما بتبقاش نشيطة وما بتخلصش حاجتها وما بتعملهاش على أكمل وجه. فده منظر تحت الحوض عندي. فأنا هستعين بالله إن شاء الله بإذنك يا رب، وهخلصه وهنشوف شكل تاني إن شاء الله. أنا مش هجدد فيه ولا هجيب منظمات ولا هكلف نفسي. هو الواحد برد ليه؟ انا هنضفه زي اي واحده هتنضف. هشتري الزياده، هلمع الحاجه اللي موجوده، الجاروف هيتغسل ويبقى نضيف. اي حاجه فيه وهوريكم شكله. حتى هنا انا برضو ده برطمان المشط خلاص فضى لازم يترمى، معرفش متساب ليه. المنظفات هتتحط مكانها. هنا شفتوا الاسود ده او الصدى ده عشان الميه برضو بتاعته الحوض بتنزل منه. فكل ده انا هنضفه ونشوفه مع بعض بقى بعد التنظيف ونستعين بالله. وبرضه هقولها تاني، انا مش مكسوفة من المنظر ده خالص عشان هنشوف شكل تاني خالص. هنا خلاص فضيت كل اللي كان فيها، وهنا غلفت اللي بيبقى الكوع بتاع الحوض، غلفته بالفويل حتى عشان يبقى شكله حلو كده. طبعا مسحت السيراميك من جوه كل الالموتال الارضيه بتاعته والحيطان، ولمعت برضو اللي بره. طبعا هو الصدى ده شكله انا مسحته، بس شكله عايز جاز بس عشان يطلع الصدى، او مش هيطلع. المهم انا مسحته مش هيبقى فيه صدى تاني. ومسحت الجهه دي برضو كده، وبرضو دي يعني هما المفصلتين دول ابو عمر بقى المفروض يغيرهم لي بقى. ده المفروض ممكن اكسرهم واحطه قدام الامر الواقع. وده انا خلاص عملت الكوع اهو. هبدا بقى، انا عندي ثبتين طبعا كان فيهم هحط المنظفات، بس انضفهم الاول الثبتين. في ازاز ميه انا ببقى ملياها كده لاي طرقه، مش للشرب طبعا، لاستخدامات تانية. ازاز البيبسي بصراحه اللي بتفضل تلاقي العيال يرموا تحت الحوض، بس لا عشان هاخدهم ارميهم وهظبط كده ونشوفها في الاخر. ومسحت برضو الحوض من هنا وفوق كده، فحتى الريحه واصله لي، ريحه الروايح الجميله اهي. يلا ربنا يعيننا جميعا ونخلص اللي ورانا على خير. ده شكله اهو الحمد لله تمام. هنا طبعا الاسبات دي اللي هي اسبات الفاكهه، انا كنت عملتها قبل كده كان في مشمع، وبعد كده لقيت عندي الاكياس اللي هي الكبيره الزرقاء دي بتاعه البساكت الكبيره. فحطيت طبعا نضفته ومسحت كل المنظفات وحطيتها، وحطيت البخاخات اللي هي الخلطات والمكوة البخاخ بتاع المكوى والفراشواره وكله تمام. وهنا حطيت خلاص برطمان الكرنب بتاعي، وده ازاز ميه كده ببقى اسيبها لاي طارئه. وفي ورا برطمان تاني خلاص فاضي لاي مخلل بقى نعمله. وده شكل خلاص ما شاء الله جميل ويفتح النفس. يعني ممكن يفتح النفس اللي انت تنضفي بالمنظفات عندك ونضيفه وحلوه. وده شكله اهو تمام خلاص. لسه بس هلمعه من بره بقى صابون سائل الالموتال ومعاه شويه خل، صابون سائل وشويه خل واللوفه. وبعد كده فوطه نظيفه قطنيه كده، او فانيلا عاديه، فانيلا مش مستغنيه عنها طبعا. عشان اللي يشوف السبونشه، لا مش السبونشه، القطاعه دي مش بستخدمها. اللي بستخدمها فوق دي انا سايباها كده لحاجات تانية، يعني حاجات في المطبخ مش شغل ولا اكل وكده يعني. عشان ما نسمعش كومنت كده
يقولك انت حاطه القطاعه مع اللي بتستخدميها مع الحاجه اللي اسمها ايه المنظفات والكلام دي قديمه مش بستخدمها. وده من ضمن برضو الروتين بتاع معانا النهارده. جبت لحمه مفرومه، فانا هعصجها وهعملها برضو ايه في اطباق على حسب الاكله. طبعا اللحمه المفرومه لها استخدامات كتير، فانا هعصجها الاول. حمرت البصلايه وطبعا ما غمتهاش، وحطيت اللحمه وورق لورا وملح وفلفل وحاجه بسيطه بس، قرفه، بهارات لحمه وسبع بهارات. وهقلبها طبعا لغايه ما ايه نظبط ملحها وتستوى. واما تبرد هنفضيها بقى ايه في الاطباق بتاعتها، ونقول ايه استخدامات كتير قوي هنستخدمها ان شاء الله في رمضان تبع اللحمه المفرومه. خلاص انا عصقت اللحمه، الكميه طبعا اللي انت حباها تبقى عندك في الفريزر. انا هقسمها ايه ارباع، يعني هقسم الاطباق دي اللي هي دي الربع ايه كيلو. حط كيسه طبعا المكرونه اللحمه المفرومه، مكرونه بشاميل، طبعا سمبوسك، بطاطس محشيه لحمه مفرومه، اي معجنات طبعا اللي هي بتبقى بيتزا او اي حاجه بالمعجنات، اي حاجه بالعجين. ايه تاني هفتكر دلوقتي وانا بقول. اللحمه المفرومه ما بيخلاش منها اي بيت، ولازم تبقى جاهزه بدل ما نقف لسه ايه نعصر. وخلاص طبعا ملحها مظبوط عشان هيبقى في صيام ان شاء الله، ما نقعدش بقى تدوق لا الملح خفيف لا الملح كتير، فتبقى الحاجه طالعه متظبطه. كل طبق طبعا انت عارفه هتستخدميه لايه، او ممكن مكرونه كمان باللحمه المفرومه عادي. هطلع الطبق واكون سلقه المكرونه واعملها بالصلصه ويبقى احلى طبق ولا احلى صيام. انا زي ما بقول لكم كده شغلانه بتجيب شغلانه. عصقت اللحمه خلاص، فلقيت برضو ايه عندي شويه جزر. طبعا انتوا عارفين ان الجزر شويه وما بنلاقوهوش، فانا لما خزنت البسله خزنتها من غير ايه من غير جزر. هحط الجزر لوحده في اكياس لوحدها عشان برضو ايه في هنا مجموعه كده ما بتحبوش، وفيه هسيبه صحيح. يعني انا اهم حاجه انا هقشره كله دلوقتي، في منه هقطعه اللي هو مكعبات صغيره عشان البسله، وفيها هسيبه لوحده صحيحه كده ومتنضفه عشان ايه لو الشوربه بقى شوربه بتعملي بتسلقي لحمه بتسلقي فراخ، فيبقى عندي في الجزر عشان وفول عشان لو بندمس الفول نحط برضو ايه مع العدس كده هو والعدس والطماطم، فهيدي لون حلو ايه للفول. الصحيح اللي هسيبه للشوربه وكده طبعا ايه هسيبه بحاله، مش هسلقه. انما بتاع البسله هديله غلوه كده، واما يبرد هقوم حاطاه ايه اعبيه في الاكياس برضو. كل كيس حبه نونو كده على قد ايه البسله، بس عشان احنا ما بنحبش فيها البسله ما بنحبش الجزر في البسله ايه كتير. طول ما انت واقفه كده بقى ايه هتلاقي اي حاجه هتفرزيها حاجه هتركبيها. فربنا يعيننا جميعا ويعود علينا جميعا الايام بخير. طبعا دي كده انا واقفه مديه للباب الشقه دي. طبعا دخلت المطبخ، دي اول ضلفه فيها اللي هي البومبي كده اللي بقوسه، ضلفه بقوسه كده. طبعا حاطه فيها ايه بقى زيت واللي هي البقوليات الفول والحاجه، وفي بهارات تحت وسكر، فده عاملاها للخزين. طبعا شكلها جميل جميل ومحدش يقول يعني العلب دي خلاص فضت. انا عملت زيك اهو يا خالتي هرمي اهو، هرمي العلب اهو زي العلب بتاعتك اللي هنرميها. فاظبط الضلفه واشوف الحاجه بقى اللي عايزه تتظبط واللي تترمى واللي كده. هي ايه تاني في تحت ايه الملح واللي انا جبته بقى جبته من ماما، والسكر والحاجه، ورق الجرايد انا فرشه فيها ورق جرايد عشان لو اي سكر ولا حاجه وقع فهرمي. انا اغير طبعا هو ورق جرايد انا شايفه اللي هي مش مكتوب فيها ايات قرانيه عشان اللي يقول لك حرام نستخدمها وكده. انا عارفه شايفه الورقتين اللي انا حطاهم ما فيهمش ايه اي حاجه، فهظبطها ونشوف ايه تظبيطها بعد كده. طبعا ايه هنلمعها من جوه هي القوسه كده شفتوا
هي بومبي كده مش جايه عدله. هظبطها والمع من جوه ومن بره ونشوف شكلها. خلاص انا لمعت اهو كله. هتلاقي عادي اصوات عادي، الدنيا كركبه حواليا. مادام بتفتحي في ضلفه مطبخ هتلاقي كل الضلف ماشيه معاك. بس احنا النهارده ان شاء الله في كذا روتين كده معاكم، بقسم الشغل على كذا يوم عشان ما كركبش حواليا برضو واعمل الحاجه مظبوط. ده خلاص من بره. ندخل بقى هنا اهو. ظبطتها، حطيت الزيت، وهنا العلبه دي حاطه فيها كيس سكر عشان يبقى في ايديا على طول عشان عايزه افضيه بره، وفيها الفول، وهنا العلبه اللي فيها البقر والخيط والكلام ده. وتحت بقى حطيت سكر وحطيت اكياس فيها بهارات كده اللي هي الكتيره. انا طبعا بفضي في اللي هي الدواره، وده الخزين بتاع البهارات والسكر والملح اللي احنا قاسمينه انا وماما واخدين منها وضحكين عليها وما دفعناش حاجه. وهنا ما لقيتش الجرايد خلصانه، فدي اللي هي الشنط بتاعه الحلويات، فقسمتها قطعتين كده، خدت حته فوق وحته تحت وكده. خلاص تمام الضلفه. ندخل على الضلفه اللي بعدها. طبعا احنا ماشيين مع بعض ضلفه ضلفه. خلاص عملنا دي اللي فيها الزيت والسكر تمام. عملنا تحت الحوض تمام، ولمعنا من بره. نيجي كده ماشيين واحده واحده. نيجي دي لسه هنعملها اللي فيها، طبعا ما تبصوش دلوقتي. دي فيها اللي فيها الالومنيا، كل الحلل، واللي تحت طواجن وبرده طقم الاستانلس. فكل ده هيطلع بره. انا هطلعه بره دلوقتي احطه على الارض. طبعا انا شايله السجاده عشان الهيصه اللي احنا بنعملها دي ما ينفعش فيها السجاده. هنزل كل ده تحت، واللي عايز برده يتغسل هيتغسل. بس هي ما شاء الله الالومنيا، يا حلاوه الومنيتي في لمعتي. والطواجن يعني ممكن احط دي فوق او تحت، لسه هشوف. فاخرج الاول وامسحهم ونظبط مع بعض. وفي حاجات برضو عايزه تتظبط. شوفوا هي غويطه ازاي لجوه، فما شاء الله مساحتها حلوه. وهنا البرادات دي برضو عايزه تتلمع كده عشان الصيف بقى بيحب بيحب الشاي ورمضان بيحب الشاي. فيلا نتوكل على الله. ايه رايكم بقى في المنظر ده؟ يعني شكلي معزل والله. انتوا عارفين احساسي ايه وهم طالعين كده بقى، وانا لسه بقى بجهز. ما كنتش عروسه بقى، كنت عروسه ومعايا 3 عيال. فهنا طلعت الالومنيا كلها والحلل. طبعا في حاجات عايزه تتغسل تاني، يعني دول اللي هم حلتين ما استخدموش الحجم ده والحجم ده. فهنا قاعدين ما استخدمناش، بس لقيت فيها الاطار بتاعها مش نضيف كده، عايز يتغسل هو والغطا بتاعها. انما دول نضيفه، بس ممكن برضو تاخد لها ضعفرايه. دي عفرايه اهو. فهظبط بقى هنا. طبعا هم عايزين ده الاستانلس شكله وحش جدا. عايز بقى امسح لغايه جوه. هو ده الرف الرصاص عشان كده بان فيه. والاسود اللي تحت برضو اللي جوه برضو هدخل المغاره دي بقى وانضفها هنا وهنا. وطبعا من بره وارص الحاجه بعد المنظر ده. بس طبعا هحط، يعني انا حاطه فوق الالومنيا والاستانلس، لا الاستانلس تحت والالومنيا حطاها كله مع البرادات، وتحت الاستانلس والطقم الازرق ده مع الطواجن. فاستعين بالله كده واوريكم بقى بعد ما خلصت فرش العروسه. خلاص انا بوريكم بس اللمعه من بره مسحوق وخل واللوفه وفوطه نظيفه معاكي، مش قطنيه ما يبقاش فيها وبر، عشان بالذات اللون الاسود اللي عقدني في حياتي ده. الضلفه اهي خلاص رصيت دي الصواني بغطيانها، وكل الالومنيا دخلت جوه. وهنا كل الاستانلس والفخار والطقم الازرق برضو جوه. لسه البرادات انا سايباها بره عشان لسه عايزه دعكه معتبره كده. فانا نشوف بقى لسه معانا احلى حاجه اللي انت بتحس براحه كل ما تفتحي ضلفه. يعني انا من ساعه ما عملت الضلفتين اللي جنبهم بتاعه الحوض وبتاعه الخزين، كل شويه على فكره افتح واتفرج واقفل تاني، افتح واتفرج. بتشجعك. انما لو كان شكلها وحش بصراحه وتلاقيكي تقولي والله ما انا فاتحه. فعشان كده ربنا يعيننا على النظافه، ونفضل كده نضاف على طول ويقوينا ونعمل اللي احنا بنحبه.
وده كده ختام روتيننا النهارده. الحمد لله ربنا عنا وعملنا حاجات كتير. فده عملت كيكه برتقال، بنقول للبرتقال باي باي عشان اللي في الفريزر نخليه لايه، للعصير بقى. فعملتها لهم جميله. هي بقى لسه اقطعها، انا قطعت بس لسه بقى هقطعها قطع، انا قطعتها طولي لسه ايه لسه عرضي. واتمنى الروتين يعجبكم، وبحب كومنتاتكم جوه جدا اللي بتشجعنا وبتخلينا مكملين. واستنوني تاني في فيديوهات تانية. بحبكم كتير.